الجماهير الحاضرة في ميدان فريق اتحاد طنجة. حاتم الوهابي بسبب الاصابه، حسن التزريبي، صابر الشفاي، حمزه المدن. شاط كره في الجهه اليمنى، البحث على زكريا بن المعاشي، والكره خرجت في المرمى ديالو 29 اصابه. اول من الجهه فرصه وخرج الهدف هدف اولي في الفريق الوداد، والقناص بوليد سامبو جونيور في المكان المناسب يضع كره في الشبكه بخطا فادي على مستوى الدفاع، وكذلك الحارس غايب رباح اللي ما تمكنش من ابعاد الكره، وسامبو بولي جونيور في المكان المناسب يضع كره في الشباك، وهدف ممكن في حدود الدقيقه السادسه. فرحه كبيره للاعبي فريق الوداد الرياضي البيضاوي. نتابعوا من جديد هذه المحاوله من الجهه اليمنى، نتابعوا الانطلاقه ديال محمد منجم، تعبت الكره، لاحظوا الخطا بين هاديه والعشرون محسن بتولي وجه لوجه مع الحارس احمد رضا التقنوتي. محسن بتولي ينتظر الصافره، محسن بتولي تدخل احمد رضا التقنوتي، تصدي ممتاز من احمد رضا التقنوتي الذي يبعد الكره، وبالتالي انقاذ ضربات من الهدف كان محقق من نقطه الجزاء. اذا محسن متولي لم يتمكن من تسجيل هدف التعادل. تابعوا من جديد، اختار الجهه اليمنى، تصدي ممتاز لاحمد رضا التقنوتي. تابعوا من جديد، محسن متولي اختار الزاويه، تصدي ممتاز وابعاد الكره بهذا الشكل وبهذه الطريقه. فرحه كبيره مجهودات جلالته في تطوير الرياضه المغربيه وكذلك بالقاره الافريقيه، والمغرب كان دائما وسيبقى يتقاسم التجربه ديالو مع اشقاء، وخصوصا اننا شرفنا القاره في اكبر التظاهرات واخرها الموندياليتو الذي خرج بافضل وابهى صوره. نتابع هذه المحاوله، فرصه بولي سامبو جونيور يظهر من جديد، وهدف ثاني للوداد. تمريره ممتازه من الجهه اليمنى، بولي سامبو جونيور في المكان المناسب يضع الكره في الشباك. فرحه كبيره لجماهير فريق الوداد، وقلت بان التمريرات العرضيه والخطوره تاتي الاطراف ومن الجهه اليمنى. تمريره ممتازه، وبولي سامبو جونيور كهداف مع الخاص واستثمار بشكل جيد لهذه التمريره من الجهه اليمنى. لاحظوا طرحات الكره بشكل ممتاز، والكره في الشباك. تمريره ديال اللاعب والمدافع ايوب العبلود. لاحظوا التمريره ايوب العبلود فرصه الهدف الثالث قادم، ومحمد منجم يتمكن من توقيع الهدف الثالث في فريق الوداد. استغلال المساحات واستغلال الاخطاء ديال المدافعين ديال فريق اتحاد طنجة، استغلال بشكل جيد يضع فريق الوداد مرة أخرى وجها لوجه مع الحارس غايب رباح. ونجم بالسرعة ديالو يراوغ يضع الكرة في الشباك. تابعوا هذه المحاولة، كانت كرة طويلة من أحمد رضا التقنوتي، تمريرة من مؤيد علافي. لاحظوا التمريرة ممتازة جاء اللاعب محمد منجم هنا المراوغة، ويضع الكرة بهدوء في الشباك الحارس غايب رباح. لاحظوا كرة طويلة من أحمد رضا التقنوتي، مشات الكرة لمؤيد علافي. لاحظوا التمريرة تمريرة ممتازة، محمد منجم المراوغة رباح. هدف ثالث لفائدة فريق الوداد.